ياه بصوا الفطار ده هيتصنف من اكتر فطار تقيل او في فوسفور انت ممكن تفطر بيه في حياتك. بص بقى تشيل بس كده ايه جندوفلي على جنب، واخد بقى من تحت جمبري مع كالاماري وبقى صوص البتر فلاي عليه بقى ميكس جبن، داخل بقى الفرن اتعمل كده بالشكل ده. تحيه يا جدعان، اي حاجه يا جدعان بيدخل الفرن عندهم خطيره بجد. طلع بلحات، في بقى كمان الجندوفلي طلعها كده. بص هو في جمبري احنا مش هنجربه لان احنا جربنا جمبري كبير جدا كتير جدا. المفروض الطاجن ده يبقى اسمه طاجن العريس مش العروسه. بص بقى هو ده اسمه كيس لا مؤاخذه فرن. بص هو ده صوص لا مؤاخذه، ده صوص ليمون، ويبقى عندك كمان الكيس الحراري بتاعك ويبقى رز ابيض. تعالى كده اوه شيل كده على جنب، تمسك الكيس الحراري بتاعك، خد بقى الكيس الحراري بتاعك. كيس لا مؤاخذه سبيشال ده بقى واخد ايه؟ واخد جمبري، واخد كمان بقى كابوريا، واخد بقى كمان جندوفلي، واخد كمان بلح بحر، وواخد كمان بقى ذره. كل ده بقى معمول بالصوص بتاعهم وداخل الفرن. بقى يا جماعه ان احنا اصلا ننزل الكيس ده على الرز، بس احنا ما عملناش كده عشان هيبقى اتم من هو كده. جمبري، امسك جمبري كده بقى، معلقه رز كده نزلها في الصوص ده كده مع الجمبري. الصوص ده جامد قوي. ممكن رز تاني مع بقى الصوص بتاعهم المميز مع جمبري تاني. الصوص بتاعهم سبايسي قوي بيخلي كتير. ندخل على الفرن وبس كده يا جماعه. ده بقى كانت تجربه لا مؤاخذه، شويه بقى حاجات جديده. هل بقى الحاجه اللي في الاعلان طلعت بقى زي الحقيقه؟ ايوه يا جماعه فعلا نفس اللي في الصوره جه في الحقيقه. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.